السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون روتين زي ما عرفتوا كده من العنوان. انا هبتدي معاكم من اول النهار. طبعا انا صاحية النهاردة بدري، الساعة دلوقتي تقريبا 9:30. انا صاحية بدري علشان عايزة انزل النهاردة اشتري هدوم للبيت لولادي من محل النجار. طبعا النجار في ناس كتير عارفاه. خامة الهدوم بتاعته بتكون قطن بنسبة 100%. علشان كده انا بحب اشتري منه لولادي. فانا هنزل دلوقتي، يعني طبعا هاخد احتياطاتي وهلبس الكمامة وهلبس الجوانسي، وهو اساسا فاتح جنب مني، يعني انا مش هركب مواصلات ولا حاجة. هنزل دلوقتي اجيب الحاجة، ولما هرجع انا هفرجكم الحاجات اللي انا جبتها، وهقول لكم كمان على الاسعار بتاعتها علشان يعني يبقى عندكم فكرة وكده. وبعدين هنشوف مع بعض اليوم بتاعنا النهاردة مكمل ازاي. في اول الفيديو احب اقول لك لو انت لسه ما اشتركتيش في قناتنا، ما تنسيش تعملي لنا سبسكرايب وتدوسي على العلامة الحمراء اللي تحت الفيديو وتفعلي زر الجرس. عايزة لايك جامدة للفيديو، وخلينا بسرعة نبتدي. خلاص انا رجعت من بره. زي ما قلت لكم ان انا هجيب الهدوم من النجار. طبعا النجار معروف وفاتح جدا من زمان. بصراحه انا بثق جدا في الحاجات بتاعته، لان هدوم البيت عنده الخامه بتاعتهم بتكون قطن. وانا بصراحه ولادي ما بيلبسوش غير القطن، يعني البوليستر بالنسبه لهم حاجه مفزعه جدا. انا كمان كده ما بحبش البس اي حاجه فيها الياف صناعيه، لان اساسا الجو حر، فلازم الهدوم اللي احنا بنلبسها، وانتي برضو الهدوم اللي بتلبسيها لطفلك من وهو صغير، حتى الهدوم الداخليه لازم تعودين ان الهدوم دي تكون قطن بنسبه 100%، علشان ما تضايقهوش في اللبس. ده كده معانا الطقم الاولاني بتاع جنى. ده عباره عن تي شيرت نص كم. اهو ما فيهوش اي حاجه، يعني هو كله مشجر، ما فيهوش يعني اي تفاصيل. انا تانية بس على اتنين عشان ما ياخدش مكان على الترابيزه. وده البنطلون بتاعه، معمول كده هنا استك عريض بشريطه. وده الرجلين بتاعته من تحت معموله كده ايه مقفوله. انا بحب الستايل ده. اخترت لها اللون ده لان هي ما عندهاش حاجه اللون ده. بحب انا الالوان الفاتحه، ما بحبش الغوامق. وزي ما احنا شايفين الخامه بتاعته تحفه تحفه. ده كان عامل كام؟ ده كان عامل 205. بس طبعا حلال فيه الفلوس، لان هو بيقعد معاها السنه دي وبيقعد ان شاء الله معاها السنه اللي جايه كمان. انا بجيب المقاس يعني كبير، ايه، سنه بسيطه، بحيث ان هو كمان لما يتغسل او كده، يعني هي الخامه بتبقى حلوه مش بتكش للدرجه، بس عشان يقعد معاها السنه دي والسنه الجايه. ده كده اول طقم معايا بتاع جنى. ده كمان انا جبته لجنى لان هي فعلا بصراحه كانت محتاجه غيارات في البيت. ده كاش مايو. هي بتحب الستايل ده في اللبس، وانا كمان بصراحه بحبه. اللي هي الكاشات اللي بتكون تحت الركبه على طول. بتبقى لذيذه قوي في اللبس. انا اخترت لها ده، حسيته ان هو بناتي. طبعا انا مطبقاه علشان ما ياخدش مكان على الترابيزه. هفتحه دلوقتي اوريه لكم. اهو ده كده شكل الكاش بعد ما فردته اهو. بيبقى حتة واحدة يعني، بس بيبقى لذيذ قوي في اللبس. ده كان عامل 135. ولكن زي ما قلت لكم الخامة هي اهم حاجة عندنا، الخامة. يعني ما حدش يقعد يقول ان الاسعار غالية. انت بتشتري حاجة خامتها حلوة هتلبسيها. انت ممكن تجيبي حاجة اقل من كده لكن مش هتلبسيها، لان هي هتبقى بوليستر وهترميها في الدولاب، لان انت مش هتستحملي تلبسيها. فانت تجيبي حاجة تريحك، انت قاعدة في البيت، فمش مجبرة ان انت تلبسي حاجة هتبقى مقريفاكي. يعني كفاية لبس الخروج بيبقى كله الياف. وبتبقى حاجات يا اما مثلا بادي او مش عارف ايه، وحاجات كده بتبقى مضايقانا واحنا خارجين، وبنلبس حاجات تحت الهدوم، وبنطلون برضو جينز بيبقى ضيق. لكن في البيت ما تبقيش مجبره ان انت تلبسي اي حاجه تضايقك، تجيبي كده حاجات مريحه. ده كاش مايو مريح جدا للبنات اللي هم من سن جنى، ومريح جدا ليكي انتي، يعني ليكي كواحده ست، مريح جدا في اللبس بصراحه في البيت، لذيذ قوي. ده كده معانا الطقم بتاع بيبو. ده تي شيرت رصاصي زي ما احنا شايفين، ما فيهوش اي حاجه يعني، وهو فيه بس الرسمه دي كده. ده كان عامل 60. طبعا ال 34 اللي مكتوبه عليه ده المقاس، لكن هو التيشيرت كان عامل 60 جنيه. خامته زي ما قلت لكم قطن. انا جبت معاه الشورت ده. هو كان محتاج طقم بيت عشان هو يعني طول وكده، فالهدوم بقت قصيره وصغيره عليه، شكلها مش حلو. فانا جبت له الشورت ده عشان الدنيا حر.
باستك اهو زي ما احنا شايفين. خامته برضو جميله، يعني هو باين ان هو تقيل، بس الخامه على قطن، يعني هو ينفع ينزل بيه. الطقم ده ممكن ينزل بيه وممكن يقعد بيه في البيت، لكن الخامه كلها على قطن. الشورت كان عامل 50 جنيه بصراحه، يعني تحفه جدا. جبت له الشورت وجبت له معاه التيشيرت ده عامل 60، يعني ده كده عمل 110. ما رضيتش اجيب له بيجامه على بعضها، لان هناك ما عندهمش شورتات. البيجامه بتكون بنطلون كده طويل وهو بيتحر، فقلت اجيب له شورت عشان يعرف يعني وهو قاعد في البيت يبقى قاعد براحته وكده. ولقيتها اصلا مش فارقه، يعني دول هما الاتنين عملوا 110. ال البيجامه على بعضها كانت عامله 95 او عامله 100، يعني تقريبا بنفس الرينج كلهم. فوفقت له اتنين كده مع بعض، بس طلعوا لايقين وطلع شكلهم لذيذ قوي. ما ينفعش انزل بقى واخش النجار وما اجيبش ليا انا حاجه، خصوصا ان انا ما جبتش في الوقفه. اللي نزلتش في الوقفه ليه؟ يعني بصراحه ما كنت محبطه جدا ومكتئبه من موضوع الفيروس ده، وحاسه كده ان يعني العيد مش هو ده العيد بتاع كل سنه، مع ان انا جبت عيد، بس بصراحه ما جبتش وقفه، وما كانش ليا مزاج اصلا اجيب خالص. وكل حاجه كنت مثلا بعملها يوم الوقفه، يعني كنت بحب ابقى اعمل شعري اصبغه، ممكن احب اعمله بيبي ليس. الحاجات دي انا ما عملتهاش، معرفش ليه كده، حسيت ان الجو مش هو الجو بتاع كل سنه. فقلت بما ان انا دخلت يعني عشان اجيب لهم، اجيب ليا بقى بالمره. انا جبت ليا البيجامه دي بيجامه برضو قطعتين. ده الجاكيت ما فيهوش التيشيرت قصدي، ما فيهوش اي حاجه غير الجيب ده، والجيب والحته دي اللي هي من جوه نفس اللون بتاع البنطلون. وده البنطلون بتاعي، قماشتها جميله جدا، مش قادره اقول لكم قد ايه القماشه ناعمه. القماشه ناعمه جدا. ده عامل كام؟ عامل 205. تمام، حلو طبعا سعره جدا، بيجامه كامله قطعتين سعرها يبقى 205، حلو جدا يعني. ده كده شكلها. تيشيرت نص كم، والبنطلون برضو طويل. طبعا ما لقيتش هناك لا برمودا، ولا لقيت بنطكور، ما لقيتش ولا ليا ولا الجنى، فاضطرينا ان احنا نجيب بنطلونات، بس تكون بنطلونات واسعه شويه، والخامه بتاعتها زي ما قلت لكم قطن، عشان تبقى مريحه واحنا قاعدين في البيت. وانا راجعه بقى، انا كنت محتاجه الغيار بتاع الشرشوبه. الشرشوبه اللي هي انهي؟ اللي هي في الصوره دي، اللي هي الاورنج دي، انا كنت جايباها في رمضان، بس للاسف اتقطعت من هنا. اتقطعت كده واتهلهلت خالص، حاولت ان انا اخيطها ما عرفتش. فكنت متضايقه جدا لان كده العصايه اتركنت، فلقيت الغيار بتاعها بيتباع. وانا راجعه جبته، لان هي بصراحه كانت نفعاني حلوه قوي على فكره في الحوائط. يعني انت لو لقيتي دي، طبعا المساحة على بعضها اللي هي دي في الصورة، هاتيها، يعني انا انصحك ان انت تجيبيها، دي عاملة 15 جنيه. المساحة على بعضها عاملة 35 جنيه بالعصاية. طبعا انا عندي العصاية، انا كنت محتاجة بس الغيار، فجبته وانا راجعة، فقلت اوريهولكوا عشان لو حد عايز يعرف يعني هو بيتباع بكام وكده. هو بيتباع ب15. جبت كمان ايه تاني؟ انا عندي الفوط اللي انا بحطها على الحوض باظت، يعني اتبهدلت، فلقيت الفوط دي ولقيت سعرها كويس. دول التلاتة ب12 ونص، فجبت تلاتة. انا هفتحها دلوقتي وهوريها لكم مقاسها عامل ازاي. اهي الفوط، بصوا كده، هفتحهم يعني هفتحهم ليكم. بصوا دي كده اول واحدة اهي، بصوا شكلها عامل ازاي. شكلها لذيذ قوي. انا جايباها للحوض، يعني مع ان هي شكلها حلو، بس انا الخامه اللي هي المايكرو فايبر دي انا مجرباها قبل كده بصراحه، بتشرب الميه، فهتبقى لذيذه قوي على الحوض. ممكن تستخدميها يعني كديكور يعني في المطبخ. اهو بصوا، بصوا اخر واحده شكلها عامل ازاي. التلاتة ب12 ونص، دي اخر واحده. اهو بصوا، ممكن تتحط كمفرش كده. بصوا شكلها عامل ازاي، لذيذه مش كده؟ عجبتني عشان كده انا جبتها. وجبت برضو لسيمي عشان هي برضو بتحب الحاجات دي، وانا قلت اكيد هي هتحتاجهم. هوريكم بقى الالوان من غير ما افتحها عشان انا هديها لها. في اللون اللي هو ده البوستاج، وفي اللي هو البينك، وفي ورد ابيض شكلها لذيذ، ودي كده زي بتاعتي. تلاتة جبتهم برضو وانا راجعه. وطبعا واحنا راجعين، بما اننا ما اشتريناش لعبة العيد، الاستاذ بيبو قعد يزن يزن يزن، ومصمم عاوز دي. ايه دي يا حبيبي؟ مش عارفة، انا مش عارفة ايه دي بصراحة، او ايه الاستفادة منها. إيه دي؟ حاجة كده محشية، ما اعرفش فايبر ولا ايه، ومعاها دول. المفروض بقى ان هو بيلبس دول وبيقعد يطلع الطاقة كلها فيها، بدل ما هو بيطلع الطاقة فيا طول اليوم. مبسوط يا بيبو؟ طبعا. يا رب تكون انبسطت.
يا رب. يا رب. يا رب. يعني هتزن عليا تاني؟ لا طب ولو زنيت؟ مش عارف. مش عارف هعمل فيك ايه، صح؟ هي دي اللي انت كانت عاجباك، صح؟ اه. هتلعب بيها؟ اه. ماشي يا بيبو، مبروك عليك يا بيبو. انا عملت ليا كوبايه نسكافيه لاني بصراحه رجعت من بره مصدعه جدا. انا قلت اوريكم الحاجه الاول. طبعا عايزه اقول لكم انك لما تشتري هدوم من بره ما تلبسيهاش لاولادك قبل ما تغسليها. انا هاخد الهدوم دلوقتي كمان هحطها في الغساله تتغسل قبل ما يلبسوها، لان انا ما اضمنش مين مسك الهدوم وكده، ومين قاسها، ومين حط الهدوم عليه عشان يشوفها او يجربها. فهاخد الهدوم الاول كلها اغسلها قبل ما يلبسوها. هشرب بقى دلوقتي كوبايه النسكافيه، وبعدين هنعمل مع بعض الغدا. انا النهارده هعمل فراخ بانيه. بحب اول حاجه ان انا اتبلها من بدري علشان طعمها يبقى حلو. هنا معايا ده عصير ليمونيه، ومعايا هنا نص الكوبايه دي فيها شويه لبن. ممكن تستبدليهم بعلبه الزبادي. تمام. هبتدي بقى ان انا انزل بالبهارات بتاعتي. بحط عليها معلقتين من الملح، معلقه فلفل اسود، جنزبيل نص معلقه، ربع معلقه، وربع معلقه من القرفه. معايا معلقه من الثوم البودر، معلقه من البصل البودر. طبعا طريقه الفراخ البانيه دي انا عملتها معاكم قبل كده بالتفاصيل، يعني في فيديو منفصل هسيبه لكم في صندوق الوصف. هحط معلقه من الزعتر، واخر حاجه هحط معلقه من البابريكا، وهحط رشه من جوز الطيب. هبتدي اقلب بقى الخليط ده كده كويس جدا لغايه ما يمتزج، وبعدين هنزل عليه بقطع الفراخ البانيه. انا كنت شايلاها في الفريزر، بس شايلاها طبعا مغسوله، فهنزلها على طول على الخلطه بتاعتي. هبتدي بقى اتبل الفراخ، اقلبها كده مع التتبيله اللي انا حطيتها دي. ابسط تتبيله للفراخ البانيه، وبتدي طعم حلو قوي لو انتي سبتي الفراخ مده في التتبيله. يا تسيبيها من بالليل، يا اما اول ما تصحي الصبح قبل ما تفطري حتى اعملي التتبيله بسرعه، مش هتاخد منك وقت، ودخليها التلاجة وما تطلعيهاش غير قبل ما تعمليها بقى بالبقسماط، تقومي جايه مطلعاها على طول. بصوا لونها حلو ازاي، والبابريكا كمان عاطيه لون حلو قوي للفراخ. على التلاجة. انا النهارده كمان عملت كيكه. دي كيكه الخلاط زي ما احنا شايفين كده، هشه وجميله قوي. انا عملت عليها فيديو مخصوص يعني ليها لوحدها. هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف اللي حابب ان هو يعني ينفذها وكده. بصوا كيكه كانت ناجحه جدا وطعمها رائع. انا ما بحبش اسيب الكيكه في الصينيه، بحب ان انا اقطعها واحطها في العلبه دي. دي كده الكيكه بتاعتي، بحطها في العلبه دي كده، بتحافظ عليها طبعا. خلاص اتبلت. انا بقى طلعتها عشان هبتدي دلوقتي اعملها بالبقسماط. عايزه اوريكم حاجه. انا جايبه الخلطه اللي هي بتاعت سبايسي بتاعت الفراخ المقليه. دي انا اول مره اجربها. تمام. هي المفروض ان هي بتتعمل لدبابيس الفراخ وبتتقلى، بس انا النهارده هجربها معاكم في الفراخ البانيه. من غير بقى، مش هعمل دقيق وكده زي ما عملناها مع بعض قبل كده، لا انا هبدرها بالخلطه دي على طول. بس طبعا هحط بضايه هحطها على الفراخ البانيه، بدل ما احط بقى الفراخ البانيه البيض في طبق، واقعد كل شويه اخد من الفراخ وانزل
وانزل على البيض. لا، انا هحط البضايه مع الفراخ البانيه. في ناس كتير بتعمل كده، وانا ساعات بعمل كده لما بكون مستعجله. بحط البضايه مع الفراخ وبقلبها كويس جدا، وبعدين باخد من الفراخ وانزل على طول على الخلطه اللي انا وريتها لكم، اللي هي خلطه الدجاج دي. هنزل بيها على طول. هقلب بس كويس عشان اتاكد ان البيض جه على كل قطع الفراخ، عشان يقدر كمان انه يلزق معايا السبايسي ده، يلزق على طول على الفراخ. اهي الخلطه اهي. انا هحط عليها معلقتين من البقسماط المطحون، لان دي كده غالبا مش هتكفي معايا، مش هتكفي كميه الفراخ البانيه. فانا هحط عليها معلقتين من البقسماط المطحون علشان تكفي. وهقلبهم مع بعض كويس جدا، وهبتدي ان انا ابدر الفراخ البانيه بالطريقه التقليديه خالص. انا هعمل جنب الفراخ البانيه، انا هعمل رز بسمتي، تمام، اللي هو الكبسه يعني. انا عندي هنا في الحله حطيت شويه من الزيت، وحطيت بهارات. دي بهارات كبسه بتجيبيها من عند العطار، بتنزليها في الزيت تتشوح كده مع الزيت لغايه ما ريحتها تطلع. هي عباره عن ورق لورا وكاري وكركم وقرفه عيدان واللومي اللي هو الليمون المجفف دوت. بتقلبيهم كويس. اول ما بتلاقي ريحتهم طلعت بتنزلي عليهم بالرز. انا عامله 3 كوبايات من الرز البسمتي مغسولين ومنقوعين دلوقتي في الميه. هصفيهم وبعدين هنزل بيهم على البهارات. هدي الرز كده تقليبه مع البهارات. طبعا انا بغلي دلوقتي ميه في الكاتل عشان انا ما عنديش شوربه. 3 كوبايات الرز دول هياخدوا 6 كوبايات ميه، تمام. انا عندي هنا في الكبه فرمت جزر مبشور، هنزله على الرز البسمتي، بيديله قيمه غذائيه وبيديله كمان لون حلو. وهقلب كمان برضو الجزر مع الرز. بصوا الرز بقى لونه حلو ازاي من البهارات اللي انا حطيتها. دلوقتي هعمل ايه؟ هحط بقى الملح بتاع الرز العادي. دول 3 كوبايات من الرز هياخدوا 3 كوبايات 3 معالق من الملح، ومعلقه من الفلفل الاسود. ومش هحط بهارات تاني علشان البهارات اللي هي كانت موجوده اصلا في بهارات الكبسه. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هنزل بميه مغليه من الكتل. هقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه، وهغطي الحله. واول ما يغلي والرز يشرب الميه هوطي عليه خالص لغايه ما يستوي، تمام. دول 6 كوبايات من الميه عشان دول 3 رز. هغطي عليها وهوريها لكم لما تطلع يبقى شكلها عامل ازاي. هكمل خطواتها زي الرز العادي. خلاص يا بنات، الاكل بتاعي خلاص خلص، وانا غرفته اهو في الاطباق. ده الرز البسمتي. على فكره الرز البسمتي وجبه غذائيه متكامله، يعني ممكن تعمليه وتعملي جنبيه بطاطس محمره، مش لازم فراخ ولا لحمه. حاولي ان انت تدخليه في الاكلات بتاعتك، هيعجبك جدا. ودي الفراخ البانيه اهي بعد ما طلعت. وده الرز انا بحب اغرفه كده، ده قالب على شكل قلب. يعني حاولي ان انت تعملي حاجات زي كده لاولادك علشان يتشجعوا ان هم ياكلوا. مش لازم الحاجات دي نعملها للضيوف بس. دلوقتي احنا هنتغدى وبعدين هرجع لكم تاني. خلاص الحمد لله احنا اتغدينا.
عايزه اقول لكم انا عامله لنفسي الاسبوع ده كل يوم تحدي اسمه تحدي الربع ساعه. ايه تحدي الربع ساعه ده؟ للي عايز يعمله ان انت كل يوم بتختاري ربع ساعه في اليوم بتاعتك بتعملي فيها حاجه انت كنت يعني عايزه تعمليها ومكسله عنها. مثلا ترتيب درج من الادراج في المطبخ، او ترتيب ظرفه في دولابك، او ترتيب حاجه في اوضه ولادك. حاجه واحده بس تتعمل في ربع ساعه علشان ما تحسيش بيها. انا النهارده في تحدي الربع ساعه بتاعي قلت ان انا عايزه اروق الدرج بتاع فوط المطبخ. الفوط فيه متبهدله، وطبعا انا كنت جايبه الفوط الجديده اللي وريتها لكم، فقبل ما احط الجديده لازم ارتب بقى الدرج كله، واشوف لو في حاجه فيهم متهالكه مش هستخدمها تاني ممكن اخليها مثلا امسح بيها الخشب او الازاز او كده، يعني مش هخليها مثلا فوطه للمطبخ. فانا اول حاجه عملتها ان انا فضيت الدرج وحطيت الفوط كلها كده على الرخامه، وهبتدي ان انا افتح الدرج بتاعي هنضفه وهنشوف دلوقتي مع بعض هنعمل ايه. ده هو الدرج بتاعي انا فتحته، انا حاطه طبعا فيه الورقه دي هشيلها، وبعدين همسح الدرج الاول من جوه، وبعدين هرجع احط الورقه تاني. انا مسحت الدرج بتاعي بالجلانس زي ما شفنا مع بعض، ونشفته اتاكدت كمان ان هو ناشف علشان ما الميه بتعمل ريحه. ده مفرش عادي ورق كده بيتباع رول عند الناس اللي بتبيع الادوات المنزليه، بيتفرش بيه دواليب المطبخ وبيتفرش بيه الادراج. انا بحب برضو احطه، وهبتدي ان انا ارص الفوط بتاعتي على شكل رول. اهي دي اول فوطه معايا. انا بحب اخد الفوطه كده اطبقها على اتنين، اطبقها على اتنين اهو، وبعدين بحب اطبقها على شكل رول كده، بيبقى شكلها حلو قوي في الضرفه اهو. كل بقى الفوط بتاعتي انا هعملها بنفس الطريقه، وبعدين هرصصهم في الدرج بشكل حلو. اللي هطبقها هحطها هنا عقبال ما اخلصهم كلهم. خلاص كده انا عملت الفوط كلها زي ما انتم شايفين، طبقتها على شكل رول. وهبتدي دلوقتي ان انا ارصصها في الدرج بتاعي. طبعا التحدي بتاع الربع ساعة ده مهم جدا. كل يوم كده، طبعا احنا قاعدين اهو دلوقتي في البيت وما بنعملش حاجة، فمهم ان انتي تبتدي تشوفي ايه الاماكن اللي محتاجة ان هي تتعمل، وابتدي ان انتي اعمليها. لو انتي حاسة ان الموضوع بيبقى صعب عليكي اعملي تحدي الربع ساعة ده، هتلاقي نفسك مثلا في خلال اسبوع خلصتي كل الظرف بتاعة المطبخ. تمام. وبعد كده خشي على اوضه من الاوض برضو في خلال اسبوع هتكوني مخلصاها. بصوا انا هو ده ترتيب الفوط بتاعتي. هزقهم بقى كده لجوه عشان احط غيرهم اهو كده. بصوا الفوط عامله ازاي، شكلها نظيف. وطبعا الفوط بتاعتنا بتاعت المطبخ لازم تتغسل باستمرار، علشان بيبقى فيها طبعا بكتيريا من الميه ومن ايدينا، وطول الوقت بنمسح فيها ايدينا، فلازم تمسحيها باستمرار، تغسليها وتنشريها في الشمس اهو كده. دي فوط صغيرة أنا بمسح بيها أي حاجة، يعني ممكن أمسح بيها ترابيزة في المطبخ، أو أمسح بيها الرخامة، أو أحطها على الحوض. فدول هحطهم كده في الجنب، لأن دول ما ينفعش يتطبقوا على شكل رول لأن دول صغيرين جدا. طبعا التطبيقة دي ما بتاخدش معاكي أماكن. تمام. ودي الفوط الجديدة اللي احنا جبناها أهو مع بعض. طبعا أنا لسه مستخدمتهاش، برضو مش هينفع تتطبق على شكل رول علشان هي صغيرة، فهحطها كده.
وده كده بيكون الشكل النهائي لترتيب الدرج بتاعي، درج المطبخ. وكل يوم هعمل فيه روتين. هعمل معاكم تحدي الربع ساعة ده. اتشجعي يلا معايا. والنهارده قومي بعد ما تتفرجي على الفيديو امسكي فوط المطبخ بتاعتك، لو مش نظيفة اغسليها، ولو نظيفة ابتدي ان انتي رتبيهم كده زي ما انا رتبتهم. حطيهم في درج، حطيهم في علبة بلاستيك كبيرة وحطيهم على جنب. في افكار كتير انا يعني مجهزها لكم الفترة اللي جاية ان شاء الله. حابة اقول لكم عليها حاجات كتير هتنفعنا في المطبخ وهتنفعنا في التنظيم. تحدي الربع ساعة بتاعي النهاردة بيكون الروتين بتاعي النهاردة خلاص. يا رب تكونوا استفدتوا منه بأي معلومة ولو بسيطة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم، سلام عليكم، باي باي.